ده أكتر من 9 شهور من الحرب في غزة طلع علينا مسؤول إسرائيلي، ده على لسان قناة 14 الإسرائيلية، مسؤول في الجيش الإسرائيلي بيقول إن قيادة الجيش الإسرائيلي مستعدة لإبرام أي صفقة مع حماس للإفراج عن الأسرى تحت أي بند وتحت أي ثمن، المهم وقف الحرب. وكمان المسؤول أكد إن الجيش على وشك القبول بصفقة تهدئة ووقف الحرب في غزة، وإنه بعد كده هيتجه لأسلوب الغارات الدقيقة. الغارات الدقيقة اللي هي بتنتقي أهداف بعينها، زي استهداف المقاومين بالمسيرات والطيارات الحربية، بس مش هيبقى نظام غارات بشكل واسع زي اللي بيحصل دلوقتي في الحرب في غزة، يعني اغتيالات بمعنى أصح زي اللي كانت بتنفذها إسرائيل قبل كده. وطلع تاني مسؤول إسرائيلي آخر بيقول إن الأسلوب ده اللي إسرائيل ناوي عليه ده مش هيحقق النصر على حماس أبدا، وحماس أصبحت واقع موجود لازم هيتعاملوا معاه وما قدروش يقضوا عليها في الحرب دي. تحية للمقاومة الفلسطينية.